الفترة الأخيرة وبسبب ارتفاع الأسعار بدأ ينتشر البوجيهات المضروبة، واللي بالتالي بتعمل مشاكل لأصحاب العربيات بشكل كبير. باشمهندس عبد الحميد، ايه البوجيهات المضروبة وازاي الناس تقدر تخلي بالها اللي هي ما تركبش بوجيه مضروب، وايه اللي ممكن يحصل وازاي يعرف لو هو مضروب، وايه اللي بيحسه في العربية والحاجات دي كلها؟ قول لي كده. بص يا احمد، طبعا هو في اعراض تلف للبوجيهات لو هي اساسا مش مضروبه. حلو. ففي اعراض كتير بقى، يعني مثلا تعطيله في الدوره الصبح، زياده حرق البنزين. حلو. ترتيله في العربيه تبقى شغاله 3 سلندر. ماشي. واعظمهم واخرهم العربيه ممكن تبطل ما تدورش. يعني تيجي تدور على ما تدورش. ازاي نفرق الموضوع؟ شويه بيبقى صعب على العملاء، بس احنا برضه نحاول نوضح على قد المقدره. اشرح لنا عملي بقى. تمام. هديك مثلا مثال. دي بوجيهات المفروض ان هي NGK. تمام. طيب البوجيه ده مضروب ولا مش مضروب؟ لا، ما حدش هيعرف. قول لنا انت بقى ايه مضروب. ازاي بقى عرفت منين؟ البوجيه ده ما كملش تقريبا حوالي 3000 كيلو في العربيه، الشعله ساحت نهائيا. اشرح لهم يعني ايه الشعله ساحت. شعله الحريق دي اللي مسؤوله عن غرفه الحريق اللي بتاخد البنزين مع الهواء طالب شعله. الجزء الابيض اللي فوق الابيض المفروض فيه سنه، هوريك واحد زيه موجوده فيه. حلو قوي. تمام. الفرق ده هو ده، هي دي الجزئيه اللي طارت. الشعله دي راحت خالص، ساحت. تمام. ده كده اكتر حاجه تبان اللي هو مضروب. طب ده NGK برضه. ده مضروب؟ لا. طب ما هو متفحم كده ليه؟ لا، متفحم بسبب الاستخدام. انا بس اقول لك اعرفك الفرق. طب انت ابسط حاجه كعميل هتدور عليه، ابسط حاجه بس ماركه الصنع. حلو. بص هنا مكتوب جابان ومفحوره ازاي؟ مفحوره في البوجيه ذات نفسه. تمام. مش كتابه كده وخلاص. لا، ده كده ابسط الامور. تمام. لو نيجي بقى نبص هنا، ده مكتوب عليه ميد ان كوريا. حلو. هو على فكره في خط انتاج لNGK في كوريا. حلو. وده بقى اللي الناس بدات تلعب عليه دلوقتي. حلو. اللي هم بيستوردوا البوجيهات دي عن طريق سكك احنا ما نعرفهاش، ويطرحوها في السوق اللي هي NGK، وتحصل بقى المصايب بسببها. ومكتوب عليها NGK. كوريا. طيب. تمام. تاني حاجه البوجيهات المغلفه. تمام. ايه البوجيهات المغلفه؟ اللي انت تلاقي بوجيهات مكتوب عليها تويوتا كرولا، مكتوب عليها نيسان، مكتوب عليها شيري العربيه. تمام. طبعا العميل بيفرح. حلو. اللي مكتوب ماركه عربيته على البوجيه. حلو. ده اللي بيبقى جوه البوجيه دينسون NGK. ماشي. وممكن يكون اللي جوه مضروب. فمعنى ان العبوه مكتوب عليها ماركه عربيتك ده مش شرط اللي يكون دي بوجيهات اوريجينال. عشان بس ده قولا قاطعا في الاغلب مش اوريجينال. الاغلب دي كلها بتطبع وبتتغلف والدنيا ماشيه بيس، والعميل يعني بيشتري فوق ال 1200 وال 1300 وبقلب حلو قوي. ركبت بوجيه وطلع مضروب، ايه اللي هيحصل لي في عربيتي؟ بدايه كده احس ايه في العربيه، ايه الاعراض، وفي نفس الوقت ايه اللي هيحصل لي في عربيتي، ايه المشاكل اللي هتنتج عنها يعني؟ لا، المشاكل ممكن تكون مشاكل كبيره وكتير. تمام. بس انا هقول لك مثلا اكتر مشكله ممكن تحصل، ودي مصيبه كبيره. تمام. ده بوجيه جديد. العميل بص كده، بص كده، ده بوجيه جديد. استغفر الله العظيم يا رب. بص يا نهار ابيض. بص. طيب ده بان في ساعتها زيرو. تمام. العميل جابه بيشبطه بس كده عند فني، خلاص حتى عليه. تمام. راح طلع بالمنظر ده. تمام. ده بقى لو ثابت جوه وش السلندر هيبقى الحل. المكنه كلها هتحل بسبب ده. حلو قوي. ده كده اعظم الامور. طيب تاني حاجه، لو حته المعدن دي في البوجيهات المضروبه بتسيح. تمام. دي بقى لو اتكسرت وقعت على ظهر البستم. تمام. البستم اتدغدغ كده، العربيه خلاص عمرت موتور، هتعمل عمر كلها بسبب حته المعدن الصغننه دي. لو بوجيه مضروب وسحت على ظهر البستم او وقعت على ظهر البستم. طيب تمام. الاسباب بقى الطبيعيه والعاديه اللي كلنا ممكن نواجهها. الاعراض، تعطيل في الدوره الصبح، حاجه ادور العربيه مش عايزه تدور بسرعه. تمام. العربيه تدور 3 سلندر. العربيه تدور 3 سلندر. تمام. حرق جامد جدا في البنزين. مش شرط لما يستهلك 10 لتر ده يستهلك 20 لتر. تمام. وقلت لك زي ما قلت لك اعظم حاجه ممكن نواجهها العربيه تيجي تبطل ما تدورش تاني بسبب طقم البوجيهات، وده حصل مع عميل فعليا. ده طقم بوجيهات اصلي. حلو قوي. ده العميل ماشي عليه تقريبا فوق ال 80 90 الف كيلو حاجه زي كده يعني. حلو. الراجل ده عطل بعربيته، نزل يجيب حاجه من السوبر ماركت، الضوء مش عايزه تدور. حلو. جاب فني كهربائي، جاب فني ميكانيكي، جاب انا مش عايزه تدور. قلب ترمبه بنزين غيره، مباين غير حاجات كتير جدا وبفلوس كتير. المفروض اللي هو في الحاله ديت اول حاجه يكشف عليها البوجيهات. ده ابسط الامور. تمام. بس كده. ربنا يستر على الجميع يا رب. ربنا يستر على الجميع. ربنا يستر. شكرا.